عاطف، لو معاك 600,000 مقدم و100,000 كل شهر احطهم فين في مصر؟ يعني هو من المؤكد ان هي مستحيل تبقى في شقه ولا حتى في التجمع الخامس والقاهره الجديده بالكامل. بص انا هدور على 4 حاجات: واحده صغيره في مشروع واسم كبير جدا مع مطور طبعا يكون اي كلاس، في مكان يبقى لسه فيه نفس لزياده في السعر عشان لو حبيت ابيع بعد 4-5 سنين، ودي اهم حاجه، اعرف ابيع واكسب كويس. والكلام ده بالنسبه لي مش موجود غير في الساحل، ومش اي ساحل كمان، لا ده انت في كيلو 195 الناس اصحاب قطاميه هايتس وقطاميه ديونز، اسعار البيوت هناك بتتكلم في 200 و400 و600 مليون للبيت الواحد. عندهم قطعه ارض مجرمه في الساحل اسمها قطاميه توست، نازلين بصف شاليهات كلها 1 و2 بيدرومز، بنتكلم في 600,000 مقدم، هيسلمك متشطب مفروش بالاجهزه بالمطبخ بالتكييفات. وكل ده مين اللي هيديره؟ ويستن اللي في قطاميه ديونز هو اللي هيدير الوحدات الفندقيه اللي موجوده في الساحل الشمالي. فانا كده ضمنت اللي هيشغلها لي اسم كبير جدا كفندق. ثانيا انا حطيت رجلي في واحد من اقوى مشاريع الساحل الشمالي ومصر كلها. شكرا.